اعترف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان مطلبا من طرف الحلفاء في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. بن سلمان وفي مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريقة في نشر الفكر الوهابي المتشدد، مؤكدا على أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها. في تصريحات مثيرة تحمل الكثير من الاعترافات، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقر بأن نشر بلاده للفكر الوهابي المتشدد كان حتمية فرضتها مصالح وإملاءات الغرب على الرياض في سبيل مواجهة تمدد نفوذ وتغلغل الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة. جذور الاستثمار السعودي في المدارس والمساجد تعود إلى فترة الحرب الباردة، عندما طالب الحلفاء السعودية باستخدام مواردها لمنع الاتحاد السوفيتي من تحقيق نفوذها في الدول الإسلامية. أعتقد أن الإسلام عقلاني وبسيط، ولكن البعض يحاول اختطافه. هي الحرب الباردة إذن تفعل ما فعلته بالرياض، فحسب كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرياض تدفع اليوم ثمن الاستغلال الغربي لأموالها في الحرب على الإيديولوجية الشيوعية، لكن في المقابل اعتراف صريح من الأمير الشاب بأن الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى نظام آل سعود بتمويل الجماعات الإرهابية والمتشددة فكرية كانت محصلة لضلال طريق الحكومات السعودية المتعاقبة، فالوقت قد حان يقول الأمير لإعادة الأمور إلى نصابها. الحكومات السعودية المتعاقبة ظلت الطريق، يتوجب علينا اليوم إعادة الأمور إلى نصابها. إن تمويل الوهابية اليوم يأتي بنسبة كبيرة من مؤسسات خاصة تتخذ المملكة مقرا لها وليس من الحكومة. إن الحوار مع المؤسسة الدينية كان طويلا. اللافت في هذه التصريحات تناقضها الصريح مع الأسس الوهابية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية الحديثة، فالاجتهادات الفقهية التي تفردت بها المدارس السعودية وكانت القشة التي قسمت ظهر الكثير من الأوطان وسجت بها في أتون حرب أهلية متعددة الأبعاد من قبيل الجزائر سنوات التسعينيات، واليوم نفس الجدل يعود إلى واجهة الصراع المذهبي في البلاد. وهنا يطرح السؤال: أي ارتدادات لتصريحات بن سلمان حول مستقبل التيار السلفي في الجزائر؟